عام 1955 كانت الجزائر تنزف، وكان العالم كله يشاهد، وفي الأمم المتحدة كان مصير شعب بأكمله يناقش، وكنا ننتظر من تركيا أن تقف معنا، لكنها أدارت ظهرها. في تلك السنة بدأت الهند ويوغوسلافيا ودول أخرى غير منحازة الدفاع عن قضية الجزائر داخل الأمم المتحدة، وكان هدفهم واضحاً: إدانة الاستعمار الفرنسي والاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. لكن فرنسا كانت ترفض النقاش وتقول إن القضية الجزائرية شأن داخلي. في 30 من سبتمبر عام 1955 صوتت 33 دولة لصالح الجزائر، وعارضت 18 دولة، من بين المعارضين تركيا. وكان رئيس الوزراء آنذاك عدنان مندريس، رجل يعتبر من رموز الإسلام السياسي التركي، ولا يزال بعض الإسلاميين يمجدونه حتى اليوم. ولكن في الوقت الذي كانت فرنسا تذبح أطفال الجزائر، كان عدنان مندريس يدعم فرنسا. نعم، زعيم إسلامي يعارض حرية شعب مسلم. بالنسبة له الكرسي في حلف الناتو أهم من دماء الشهداء، وصداقة باريس أغلى من كرامة الأمة الجزائرية. لكن التاريخ لا يرحم. في عام 1960 أطاح به الجيش التركي، وفي عام 1961 حوكم ثم أعدم. من خان الأمة لإرضاء الغرب سقط في العار، والتاريخ لفظه، والجزائر لن تنسى أبداً. في المقابل دول غير عربية وغير مسلمة وقفت إلى جانب الجزائر: الهند مع نهرو، إندونيسيا مع سوكارنو، يوغوسلافيا مع تيتو، غانا مع نكروما، الصين، المكسيك، السويد، كوبا، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. السناتور جون كينيدي بدأ يدافع عن حق الجزائر في الاستقلال منذ عام 1957، وفي عام 1960 ألقى خطاباً صدم العالم. لكن لماذا خانت تركيا الجزائر؟ أولاً، لأنها انضمت إلى حلف الناتو عام 1952 وأصبحت أداة في يد الغرب. ثانياً، لأنها كانت تحلم بالانضمام إلى أوروبا وتفضل صالونات باريس على صرخات الجزائر. ثالثاً، لأنها لم تشعر يوماً بانتماء حقيقي للعرب ولا للأفارقة. ولكن في عام 1955 لم يكن أصدقاء الجزائر يتحدثون العربية ولا التركية، لكنهم تحدثوا باسم العدل. بينما كانت فرنسا تقتل، كانوا يصوتون من أجل الحرية. وبينما الجزائر تبكي شهداءها، كانت تركيا تدير وجهها. تذكر دائماً: ليست اللغة أو الدين من يصنع الأخوة، بل الشجاعة في أن تقف حين يسقط شعب.